السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في حلقة جديدة على القناة. اليوم غادي نهضروا على عملة من أقوى المشاريع اللي بزاف ديال الخبراء كيشوفوها كمنافس شرس للإثيريوم، وهي سولانا SOL. سولانا ماشي غير عملة ميم ولا عملة مضاربة، ولكن مشروع عنده أساس تكنولوجي قوي بزاف. شنو هي سولانا؟ سولانا هي شبكة بلوكتشين حديثة تأسست في 2020. الهدف منها يكون عندنا نظام سريع بزاف، رخيص وقابل للتوسر، يعني يقدر يعالج آلاف المعاملات في الثانية بدون مشاكل. العملة الرسمية ديال الشبكة سمتها SOL، واللي كتلعب دور أساسي في المعاملات وستيكينج وكذا تأمين الشبكة. علاش سولانا مميزة؟ السرعة. سولانا تقدر توصل لأكثر من 65 ألف معاملة في الثانية، مقارنة مع إثيريوم اللي محدود بزاف بلا لاير 2. المصاريف المنخفضة. التحويل على سولانا تقريبا شبه مجاني، أقل من سنت. Proof of History، تقنية جديدة كتخلي الشبكة تعرف الترتيب ديال المعاملات بسرعة ودقة. الإيكو سيستم، فيها NFT Marketplace و DFI منصات وجيمينج مشاريع. الإنجازات حتى الآن، القيمة السوقية ديالها ضمن توب 10 عملات رقمية. بزاف ديال مشاريع NFT بحال Degenerate Ape Academy وسولانا مونكي بزنس اتزادوا على الشبكة. منصات DFI بحال ريديوم والسيروم اختاروا سولانا. شركات ومستثمرين كبار كيدعموها بحال FTX Ventures قبل الإفلاس، جامب كريبتو ومالتي كوين كابيتال. التحديات والمشاكل. الشبكة تعرضت أكثر من مرة لانقطاعات، وهذا خلى بزاف ديال المستثمرين يشكوا في الموثوقية. المنافسة قوية بزاف، إثيريوم، أفالانش، بولكا دوت وكاردانو. الاعتماد الكبير على المجتمع والمستثمرين الكبار كيخليها حساسة لأي خبر سلبي. توقعات 2025، إذا السوق بقى صاعد، بزاف ديال المحللين كيتوقعوا يوصل السعر ديال سول لأكثر من $300 $500. في سيناريو متوازن، سولانا ممكن تلعب دور كبير في NFT و DFI، والسعر يبقى بين $150 $250. ولكن إذا استمرت مشاكل الانقطاع أو ضعف التحديثات، السعر يقدر يهبط ويرجع تحت $100. الاستثمار في سول. ميزة: مشروع تكنولوجي قوي، سرعة، تكلفة منخفضة. مخاطرة: انقطاعات متكررة، منافسة شرسة. النصيحة: إذا فكرت تستثمر، خليه جزء من المحفظة وماشي كل شيء، وخاصك ديما تراقب الأخبار ديال التحديثات أبديتس. الخلاصة: سولانا ماشي مجرد عملة رقمية، ولكن مشروع بلوكتشين متكامل اللي كيحاول يكون بديل أسرع وأرخص من إثيريوم. سنة 2025 غادي تكون حاسمة، يا إما سولانا غادي تفرض راسها كلاعب أساسي، يا إما غادي تبقى في ظل الكبار. الختام، إخواني وأخواتي، هذه كانت نظرة شاملة على سولانا. كتبولي في التعليقات، واش كتشوفوا إن سولانا غادي تتفوق على إثيريوم ولا تبقى غير منافس مؤقت؟ ما تنسوش دعمونا به لايك، اكزي، سبسكرايب، اكزي وفعلوا اكزي باش توصلكم الحلقات الجاية.